لو انت بتشتغل حاجة معتمدة على الجسد، فمش لازم يكون عندك مهارة التفكير الإبداعي، لأن انت لازم يكون عندك مهارة بدنية، قوة بدنية. لكن انت هنا بتشتغل كتصوير أو كمونتاج، عندك رؤية فنية، فبالتالي لازم يكون عندك تفكير إبداعي. يعني مثلا لازم تكون بتشوف الزوايا بشكل مختلف، بشكل غير الناس العادية. الزاوية اللي جاية من تحت بتدي إحساس معين، الزاوية اللي جاية من فوق بتدي إحساس معين، وهكذا. فأنت أول حاجة لازم يكون عندك رؤية مختلفة للزوايا، أو بمعنى صح اللي أنت بتفكر خارج الصندوق. طيب لو إحنا بقى دخلنا مثلا بنصور في مكان، وبعدين لقينا والله أصل هنا في مكان ضيق مثلا، معكش لنسات زيادة، او اللي قالك تعالى نعمل كذا ما قالكش ان المكان ده ضيق، فانت لازم يكون عندك قدرة على التكيف. لازم تشوف انت معاك معدات ايه، وتحاول قدر الامكان ان انت تطلع افضل حاجة بالمتاح. فدي اسمها القدرة على التكيف. انا بتكيف بالمتاح، ما ينفعش اقول لا انا مش مصور امشي، لا انت خلاص حاضر، يكون عندك مهارة التكيف مع المتاح.